صباح الخير يا كراس. صباح النور. يلا يا عم، هنتأخر على مدارس الأحد. حاضر. بس استنى مارك، هو جاي في السكة اهو. لسه رانن عليه وقال لي ان هو جاي وقرب على الكنيسة. اهو هو جه اهو. قشطة عليكم يا صحابي. ايه اللي انت لابسه ده؟ طقمي ده زي طقم نجمي المفضل، حبيبي، قدوتي في الحياة، اللي كان لابسه في آخر حفلة ليه، اللي حقق فيها أعلى الترندات. بس الصراحة السلاسل اللي انت لابسهم حلوين موت. أيوة يا زميلي، ده أنا لفيت لفة على ما عترت فيهم. يا ما نفسي أكون شبه النجم اللي أنا بقولك عليه، وعندي فانزات وفولورز كتير. دي هتبقى ولعة يا زميلي. صباح الخير يا ولاد، عاملين ايه؟ يلا علشان نبدأ مدارس الأحد. صباح القشطة، جايين في كعبك يا كبير. عايزة اقولك ان الاوتفيت بتاعك يا ساندي حلو حلاوة. جايباه منين؟ جايباه اونلاين من على الفيسبوك، بس كان مولع نار. ايه ده؟ وانتي كمان يا مارينا، الاكريليك اللي عاملاه في ضوافرك جميل قوي. ايه الجمال ده؟ دي اقل حاجة عندي. يوه، اهي الاستاذة كريستين وصلت. انا مش عارفة البت دي قديمة قوي. صباح الخير، عاملين ايه؟ مش يلا بقى بينا نطلع على مدارس الأحد؟ لا استني الاول، احكيلنا عن الاوتفيت بتاعك النهاردة. بتاع تيتا ولا بتاع ماما؟ ايوه يا كريستين يا حبيبتي، احنا بقينا في 2023، يعني لازم تمشي على الموضة كده، مش اللبس اللي انتهى من ثورة 19 ده. هو أنا لازم علشان أعيش سنة 2023 أمشي على الموضة بتاعتها؟ لأ طبعا، أنا هاخد منها الحاجة اللي تناسبني وتناسب سني، مش كل حاجة أقلدها وخلاص. بقولكوا ايه، أنا طالعة مدارس الأحد، طالعين ولا ايه؟ ادينا طالعين. صباح الخير حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نسمع ترنيمة النهاردة علشان نحفظها. انت يلي محتار ومش عارف تختار، ليه تلف شمال ويمين بتبص لمين امال؟ في بطل قدامك اهو، قدوة ومثال مضمون، ده يسوع هو القدوة لحياتك من ما تكون. وانا كمان قدوة زيه في محبته، لازم ابقى شبهه. وانا كمان قدوة زيه في محبته، لازم ابقى شبهه. لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. تيموثاوس الأولى 4:12. تفتكروا بقى يا ولاد الترنيمة بتكلمنا عن ايه؟ عن القدوة. طيب حد يعرف يعني ايه قدوة؟ أنا عارفة، القدوة يعني اخد ليا مثل أعلى في الحياة، أتعلم منه صفات حلوة تنجحني في حياتي. جميل خالص خالص. وانت يا كريستين، مين مثلك الأعلى؟ أنا مثلي الأعلى
الدكتور مجدي يعقوب. مجدي يعقوب. مش بقولك قديمة قوي. عايز أعرف مين مثلك الأعلى يا مارك؟ انا عن نفسي مثل الاعلى النجم الكبير صاحب اعلى ترندات اللي مفيش حد زيه. ده بيحقق مشاهدات بالملايين، يعني المليون مشاهدة يدخلوا لهم في حسبة. خلاص يا مارك، أنا عايز أتكلم معاكم عن حاجة مهمة، القدوة. إني آخد من المثل الأعلى الصفات والفضائل الحلوة اللي أقدر أتمثل وأعيش بيها وتوصلني الملكوت، مش أعيش أقلد فيه من غير ما أكون فاهم عايز أبقى زيه وخلاص. النهاردة حكايتنا عن شاب اسمه إليشع. إليشع ده بدأ يفكر مع نفسه إن يكون ليه مثل أعلى. أنا محتار مين يكون قدوة ليا في حياتي يا رب. ساعدني وارشدني. الناس كلها ملهية عنك يا رب، مهتمين بس بالأكل والشرب واللبس. ده حتى بقوا يقلدوا الناس اللي بيعبدوا الأوثان. طيب الملك ينفع يكون ليا قدوة؟ أكيد لأ. ده كل الشر اللي الشعب فيه ده بسبب الملك. طيب مين ينفع يكون ليا قدوة؟ مين ينفع ليا في حياتي؟ ارشدني يا رب. أيوة صح، ده مفيش غيره، هو إيليا النبي. هو أكتر إنسان بار فيه صورة رجال الله. ده بيصلي لربنا إن المطر ما يمطرش، الله يستجيب لصلاته، وفعلا المطر ما يمطرش، ويصلي المطر ينزل برضو ربنا يستجيب لصلاته. ده حتى وقت المجاعة ربنا كان بيطعمه ويبعت له الطعام. هو مفيش غيره، إيليا النبي هو أحسن حد أخده قدوة وأتعلم من صفاته. هو راح إليشع علشان يتلمذ على ايد ايليا؟ لا، اللي حصل العكس. إيليا هو اللي راح لإليشع علشان ربنا كلم إيليا وقال له عايزك تمسح إليشع ابن شافاط نبيا للشعب بعدك. وراح إيليا ومسح إليشع نبي. تعالوا نشوف. إيه ده يا سيدي؟ ربنا اختارك تكون نبي لشعبه بعدي. اسمح لي يا سيدي إيليا أروح أسلم على أبي وأمي وهاجي وراك على طول. اذهب يا ابني. بدأ إليشع خدمته مع إيليا النبي، وكان بيتعلم منه، كان ملازمه على طول، وما كانش بيرضى يفرقه أبدا. أي مكان يروحوا إيليا يختم فيه كان إليشع لازم يروح معاه. وفي يوم ربنا أعلن لإيليا إنه هيصعد للسماء، وقبلها سأل إيليا إليشع عن طلب. إحنا جايين ليه عند نهر الأردن يا سيدي إيليا؟ ربنا كلمني أليشع وقال لي أعبر نهر الأردن علشان هناك أنا هصعد للسماء.
ازاي هنعبر من غير مركب؟ يلا يا إليشع، اعبر معايا النهر. حي هو الرب إلهك. اطلب أي طلب مني قبل ما أصعد يا إليشع. عايز إن ربنا يديني روحين من روحك يكونوا معايا في خدمتي. لو شفتني وأنا صاعد للسما هيتحقق طلبك. يا أبي، يا أبي إيليا. أعبر النهر، أرجع تاني الأريحة. حي هو الرب إله إيليا. هو فعلا ربنا اداله روحين من روح إيليا النبي؟ أيوة يا كريستين، ربنا حقق له طلبه. ولما وصل إليشع الناس شافوه وهو بيعبر النهر، سجدوا له وقالوا له ربنا أعطاك روح إيليا النبي اللي بيها يا ولاد عمل معجزات أضعاف اللي عملها إيليا النبي. بتقول أضعاف المعجزات اللي عملها إيليا النبي؟ أيوة يا مارك، أضعاف معجزات إيليا النبي. ربنا بارك خدمة إليشع النبي لأنه أحسن اختيار قدوته، وتعلم منه صفات إيليا النبي الحلوة، ورفقه بكل اتضاع حتى اختطافه للسماء. ده حتى لما جه إليشع النبي يطلب من إيليا ما طلبش طلب مادي ولكن طلب روحي. ده يخلينا نتكلم عن إليشع النبي إنه ما يكونش كل طلباتنا من ربنا طلبات مادية، ونطلب طلبات روحية تساعدنا نعيش بقداسته طول حياتنا، ونتمثل ونتشفع بقديسين وشهداء كنيستنا في قداستهم وطهارتهم ونقاوتهم وأمانتهم وعلاقتهم العظيمة بالرب يسوع. انت يلي محتار ومش عارف تختار، ليه تلف شمال ويمين بتبص لمين امال؟ في بطل قدامك اهو، قدوة ومثال مضمون، ده يسوع هو القدوة لحياتك من ما تكون. وانا كمان قدوة زيه في محبته، لازم ابقى شبهه. وانا كمان قدوة زيه في محبته، لازم ابقى شبهه. لا يستهن أحد بحداثتك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. تيموثاوس الأولى 4:12. في الشارع بهدوء نتحرك، في المدرسة انت سفير لتفوق،